اليوم الإخوان معنا هاد القصة تاع هاد النقافة اللي غنات في العرس ديال الجنون. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويكمل معكم هاد رمضان بالصحة والسلامة وبطول العمر. معكم الظلمة، وإلا كنتو كتحبوا تسمعوا بحال هاد القصص خليو ليا تعليق ولايك للفيديو واشتركوا في القناة باش توصلكم القصة الجاية. ويلا ندخلوا في القصة. كتقول هاد النقافة اللي سميتها مالكة اللي معروفة في جهة سوس. أنا من صغري وأنا كنحب الغناء، خرجت مع الشيخات بزاف، الشيخات الشريفات اللي كيعرفوا غير يغنيو وصافي، ما عندهمش مع الطريق العوجة، ومنهم كسبت الشهرة. كنت كنخدم غير بالطعريجة، وواحد الليلة المعلمة ديالنا سميتها السعدية مات ليها ولد خوها، نهار اللي خاص نكونوا فيه في واحد العرس، وما كاينش اللي غادي يعوض الشيخة السعدية. الناس كيتسناو نمشيو لعندهم موجدين كل شيء. الشيخة السعدية قدمتني على الفرقة وصيفطاتهم معايا، ومن داك النهار كسبت الشهرة في قاع الدوار، ولا كل شيء كيبغيني نغني ليهم في عرسهم، حتى ولات سميتي هي اللي مطلوبة. في واحد الليلة ديال الجمعة من ورا صلاة العشاء، يلا بغيت نطفي الضو، كنسمع الدقان على الباب. شكون غادي يجي عندي في هذا الوقت؟ قلت شكون؟ قالت لي شيختنا ملكة. الصوت تاع مرا كبيرة. فتحت الباب، لقيتها مرا كبيرة لابسة تكشيطة حمراء بالحزام. قلت لها مرحبا، شنو خاصك؟ قالت لي بغيناك وسكتات. قلت لها فاش؟ قالت لي بغيتك تغني لي في عرس بنتي. قلت لها مرحبا. دخلتها. مع دخلتها البنت من البنات اللي كيخدموا معايا، ناضت مخلوعة من الناس، قالت لي شافت حلم كيخلع، هدأتها ورجعتها تناس. وانا رجعت عند هاد المرا، قلت لها امتى عرس بنتك؟ قالت لي هاد الليلة. قلت لها ميمكنش، انا ما موجداش والبنات اللي كيخدموا معايا ناعسين. قالت لي شنو كطلبي نعطيه ليك؟ قلت لها ماشي على الفلوس، غير خاص نوجد راسي، ودابا الليل وما مولفاش نخدم حتى الفجر، وهي تجبد لي سرة كحلة عامرة بالذهب. قالت لي هادشي غيولي عندك منه بزاف. انا طمعت، منين شفت الذهب وافقت. قلت لها العرس فين كاين؟ قالت لي غير قريب. خليتها تسناني ومشيت عند البنات، فيقتهم خدوج ومينو وسعاد. قلت لهم غنانا الله، وريتهم السرة تاع الذهب، عينيهم تحلوا، وانتوما عارفين ضعفنا هو الذهب. قلت لهم نوضوا وجدوا راسكم، عندنا عرس في هاد الليله. في هاد الليله ما موجدينش. قلت لهم ما خاصناش نضيعوا هاد العرس. مهم ناضوا ومشينا مع هاد المراه. تخيلوا معايا، ضربنا شحال تاع الطريق وما حسيناش بها، ماشي غير حيت شفنا الذهب، ولكن راه بحال اول مره كنتمشى فوق الارض وحنا غاديين غير في الخلا. كان غير الظلام، كنشوف دار كتبان من البعيد شاعل فيها الضوء وريحة الدخان تاع العافية. انا ما استغربتش، قلت الدخان تاع الطيابات كيطيبوا العشاء. وصلنا لدار كتبان بحال الفيرما، الشمع في الارض، الصمت غريب، واللي دخلني الشكل عافية شاعل بوحدها وما حداها حتى شي واحد، وما كان حتى شي ماعون فوق العافية. الماعون الاخوان كتقصد به البرامي والقوامل اللي كيطيبوا فيه. قالت لي خدوش شوفي العافية شاعلة بوحدها. قلت لها سكتي لمك، دور كيسمعونا، راه غير باقي ما بداوش الطياب. المهم دخلنا مع الباب، كنلقاو الشمع حمر على الارض، وعيالات لابسين الخضر والكحل والحمر، تقريبا شي 50 مرة، قبالي عامرين باللحم. اول مرة كنشوف اللحم محطوط بهذه الطريقة، اللحم مكدس. قلت لهاد المرأة فين هو البيت اللي غادي نبدلو فيه؟ ومشينا ليه، بدلنا وسخنا الطعارج وبدينا الغناء، وبداو كيشطحوا. الشطيح اول مرة كنشوفو، غير كينقزوا. البنات اللي معايا بقاو مصدومين. انا حسيت بشي حاجة ماشي هي هذيك. كنا راجع كاع داكشي اللي شفت، العافية اللي شاعلة بوحدها، والطريق اللي ما حسيناش بيها، واللحم اللي مكدس فوق الطبالي، بلا مناضة بلا ماء بلا حتى شي حاجة، غير اللحم بوحدو، والدار اللي مضوية غير بالشمع. وانا كنغني غير كنكمل الاغنيه، تيقولوا لي عاود غني، ما خلاوناش نرجعوا وحنا كنغنيو. وفي هاد اللحظه اللي غادي يوقع غادي يخلي لي ركابي يفشلوا عليا. قلت لهم في العيطه جيبوا العروسه، حتى كتبان لي العروسه جايه فوق العماريه لابسه تكشيطه حمراء، والعماريه مزوزه بوحدها. خدوا السخفات ومينا ولات كضرب في البندير ضرب معربز. سعاد اللي كانت قاصحه صرفقت خدوش وفيقتها، وسعاد قالت لنا الكلمه اللي خلاتنا نكملوا الغنى. قالت لينا سعاد بخاص نبانو خايفين، كملنا الغنى غير كنعربزو، والعمارية كتلعب بوحدها في السما، اللي غادي يأكد لينا باللي كنغنو في عرس الجنون. هو منين تحطت العمارية في الارض شفت الرجلين تاع العروسة، الرجلين اللي معمرهم يتنساو ليا، شكلهم ديال البقر مسخين. وجه العروسة وجه ديال الانس، غير عينيها اللي كحلين ما عندهمش حس البيوضية. سعاد في جنبي قالت لي يا هادو راه جنون. خدوش قدات حاجته في حوجها بالخلعة، وهي اللي حياتها تبدلات من بعد.
وهما يبداو كيشطحوا وكيتحيروا، وحنا غير كنخربقوا في الغنى. كنشوفوا ولاو عندهم القرون والودنين تاع العتروس، وكيهزوا اللحم من الطبالي وكياكلوا هما كيشطحوا. حتى كنسمعوا الصوت تاع الاذان تاع الفجر. كتولي الدار مهجوره وحنا بوحدنا اللي كنغنيو فيها. تخيلوا معايا هذا المشهد، 4 العيالات بوحدهم في دار مهجوره فيها غير الزبل. حاشاكم. هربنا مع الاذان ديال الفجر لابسين غير البلاغه والتكاشط والجريه تاع البلغه، ماشي بحال الجريه ديال الصباط. الحجر كيدخل لينا مع رجلينا وقصدنا الصوت تاع الاذان حتى وصلنا للجامع قديم فيه غير المؤذن راجل كبير وشي رجال كبار. خرجوا عندنا وحكينا لهم شنو وقع ونعتنا لهم فين كنا. قالوا لنا هذيك الدار المهجوره ديال ابراهيم اللي لقاو ميت هو ومراته مباركه. خدوج ولات غير كتضحك وكتقول ها هما كيشطحوا وتسطات. وانا من هذيك الليله تبت وما بقيتش كنغني بعد ما الله سبحانه وتعالى اعتقني بالاذان تاع الفجر اللي ما عمرني ننساه. درت عمره وبعد ما كنت كنتسمى بالشيخه وليت الحاجه ملكه. سعاد حتى هي ما بقاتش كتغني، ومينا هاجرات لمدينه اخرى اللي ما بقاش كنعرف شنو اخبارها. وكيف ديما غادي نسولكم واحد السؤال، الا كنتو في شي عرس وعرفتوا باللي عرس ديال الجنون، واش كنتو غادي تهربوا ولا غادي تصبروا حتى الفجر؟ وماشي كل عرض كيجيك راه فيه الخير، فكر قبل ما تقبل اي عرض. وهنا كتسالي القصه ديال اليوم مع الظلمه. وإلا كتبغي تسمع القصص ديال الرعب بالدارجه المغربيه دير اشتراك في القناه باش توصلك القصه الجايه. وإلا بغيتو قصه ديال المسطي خدوج كتبوا لي التعليق فيه خدوج ولا قصه فيها ابراهيم ومرته مباركه. ونشوفكم في الفيديو الجاي.